لو خايف تقع في اي ازمه ماليه في المستقبل، خد الخطوات دي وهضمن لك انك مش هتحس بالازمه دي لو عديت بيها. افهم موقفك المالي، حط ميزانيه لنفسك، قيم ديونك ورتبها حسب الاولويه، وراجع اصولك وممتلكاتك، واستخدم الابلكيشنز الحديثه وسجل عليها كل ده. بعدها حدد اهدافك الماليه القصيره وطويله المدى وتاكد انها قابله للتحقق، يعني مش اهداف وخلاص. تاني حاجه، اعمل صندوق للطوارئ علشان هو مصدر الامان المالي اللي بيساعدك على التعامل مع المفاجآت الغير متوقعه، لو سبت شغلك لا قدر الله او طارئ طبي او اي حاله طوارئ تانية، وده عملنا له فيديو كامل هسيب لكم اللينك بتاعه في الكومنتس. خطوه رقم 3، نوع في مصادر دخلك، يعني ما تعتمدش على وظيفتك بس، ولازم يكون ليك مصدر دخل تاني، سواء بقى وظيفه جانبيه او استثمارات صغيره ومرنه. رابع حاجه، امن على صحتك وعلى كل حاجه بتمتلكها، لان التامين الكويس هيوفر لك الحمايه الماليه في الاوقات الصعبه، فما تصرفش كل مدخراتك عليها. خامس حاجه، راجع خطتك الماليه بشكل منتظم علشان تفضل مناسبه لاحتياجاتك وتغيرات حياتك الماليه. وحوش حوش حوش، وبلاش مصاريف ملهاش لازمه، واللي هتحوشه استثمره او ادخره في حساب توفير او جمعيه، وده تقدر تعمله بمبالغ بسيطه كل شهر في برامج التحويش مع ماني فالوز اللي مدتها بتوصل لسنتين وبتكون بمبالغ لحد مليون جنيه، وكمان بيرجع لك كاش باك في اخر المده تقدر تستفيد بيها لو حصل اي ازمه لا قدر الله. قولي بقى في الكومنتس، اتعرضت قبل كده لازمه ماليه وخرجت منها ازاي؟